كنت عايز اتكلم عن موضوع مهم جدا. دلوقتي ميزانية النادي الاهلي 3 مليار. ميزانية نادي الزمالك حوالي 800 مليون. ميزانية فريق الكورة في الزمالك حوالي 400 مليون و... والنادي الاهلي عايز 16 مليون دولار بس. طيب، في فرق ما بين فائض ميزانية عشان الاشتراكات في الخمس فروع، وفي فرق من ان فرقة الكورة بتخسر بقى لها 4 سنين في النادي الاهلي وفي الزمالك، بس ان الزمالك حاجات بسيطة يعني الاهلي ارقام مرعبه يعني. بس دلوقتي بيقول لك ان الاهلي واخد قرض ب 2 مليار جنيه. طيب، الزمالك واخد قرض ب 200 مليون، الاهلي واخد قرض ب 2 مليار. رعايه الاهلي والبث 5 اضعاف نادي الزمالك، بلس الاعلانات المنفرده، لان انتوا شايفين بعينكم ان لعيبه الاهلي بس اللي بتعمل اعلانات. ما بتشوفش اعلان ما بين الماتشين في لعيب زمالك، او ممنوع يعني. حتى لو في زيزو عسل لعب 3 سنين، لا مش هنشوف. مفيش اعلان. بس هنا السؤال دايما، عشان تحسبها كده، حضرتك دلوقتي في عجز ميزانيه وفي قرض ب 2 مليار او مليار و900، موجود عندك كل حاجه باللينكات وبالاخبار، ما فيهاش اي حاجه غير مستندات. يعني مش هنشتغل كده كلام بقى يعني. المهم بقى ان انت في الاخر بتقول ايه؟ النادي الاهلي بيدي عقود اقل من فرق كتير قوي. يعني مش عارف، طب الفلوس بتروح فين لما هي اقل؟ من بتدي عقود كمان اقل، وزيزو بياخد كام ومش عارفين بياخد كام، ده احنا عندنا بيلعبوا ببلاش. هو بس لما دخلت بيراميدز عملت شويه خلل، لكن الطبيعي الاهلي بيدي اعلى من كل فرق مصر طول عمره وطول تاريخه. فمش عايزين حد يقول لك انا كنت بلعب في الاهلي وجالي عرض من الزمالك اكتر بس انا رفضت. جاله 10 مليون من الزمالك والاهلي عرض عليه 8، وفي 10 مليون اعلانات ما بنتكلمش فيها، وفي 5 مليون بند مكافآت لان الاهلي بياخد بطوله كل سنه. فيجي يقول لك محمد ابراهيم بياخد اعلى عقد في مصر كلها في البنك الاهلي. يا سلام! القصه كلها في ان اللعيبه كانت في بيراميدز. مثلا رمضان صبحي الاهلي عرض عليه مثلا 12، وبالاعلانات يوصل 20، بيراميدز عرضت 30 بس. هي دي الحدوته. قصه بقى ان انت مش عارف ايه، اصل احنا لينا كانت في فرق ال 10 مليون ديت عملت خلل شويه عشان بيراميدز معاه فلوس. لكن في حد كان هيعرض على رمضان صبحي 30 غير بيراميدز؟ مفيش. فما ينفعش بقى يقعد يقول عشان كمان اماراتي او سعودي. مش مصري، نادي مش مصري. فما فيش نادي مصري بينافس الاهلي في اي حاجه. واذا كان مره شيكابالا او زيزو او حسني عبد ربه اتحط لهم رقم، ده كان بيلموا من العالم كله عشان يدوا له رقم عشان لعيب شال الفرقه. لكن ما فيش حاجه اسمها كده. الرقم دوت بيبان ان هو عالي. يعني لو زيزو هياخد 100 مليون في 3 سنين، هو ده الرقم اللي هو عايزه في 3 سنين جايين عشان يجدد. فال 100 مليون ديت يعني جوه النادي الاهلي بتتاخد برضه من لعيبه كتيره جدا، مش زيزو. لان لو فصلنا مكافآت، لائحه مكافآت وعقد اعلانات وعقد النادي الاهلي، هتلاقيه لعيبه كتيره جدا بتاخد 30 مليون في السنه. لعيبه كتيره جدا بتاخد 30. ده غير ان الاهلي بيودي اللعيبه المنتخب. حتى لو اسمك مروان محسن فتروح المنتخب، يعني تروح كاس العالم تقبض، تروح تاخد تلعب في افريقيا تقبض. فهو ديت برضه حتى لو انت مستواك وحش، بالنفوذ بتروح النادي الاهلي، بالالو بتروح المنتخب يعني. فبتاخد فلوس تانية. فكل دي اوبشنز انت مش شايفها، فانا جاي اقولها لك يعني. فانت قول لي ازاي تدي عقود اقل ومعاك فلوس اكتر وبتاخد قروض؟ طب الفلوس بتروح فين؟ يعني فكر كده، الفلوس بتروح فين؟ يا اما الفلوس ديت فيها اهدار وطارد، يا اما الاهلي بيدي ارقام كبيره جدا وبيضحك على الجمهور، يقول لهم ده اللعيبه عندي بتاخد ملاليم وليها سقف ومش عارف ايه، وبره بيدوهم اكتر، بس احنا بنجيب بطولات عشان احنا مبادئ وعشان احنا بلا 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 بلا. بس